السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين مع بعض إن شاء الله سلسلة كحك العيد. عملنا أمس الكحك السادة، واليوم إن شاء الله هنعمل البسكوت الماكينة من غير نشادر، هنعمله بالبيكنج باودر. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، فيه تكات وفيه شوية معلومات كده مهمة جدا عشان خاطر البسكوت يطلع معاكي ناجح وتعمليه بأسهل وأسرع طريقة إن شاء الله. أولا كده نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنعمل مع بعض كيلو من الدقيق، وطبعا اللي حابب يضاعف الكمية هيحط ضعف المقادير اللي هنقول عليها، والمقادير انا هقولها لكم واحدة واحدة، وصدقوني اذا عملتوا الخطوات بالظبط زي ما انا هقول لكم والله هتطلعوا احلى بسكوت من ايديكم ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. الكمية اللي انتوا شفتوها دي كمية من كيلو دقيق واحد بس. واول معلومة واول حاجة لازم ناخد بالنا منها هي نوعية الدقيق. في كل فيديو انا هقول لكم يا جماعة كحك العيد لازم نتأكد من جودة الدقيق او الطحين اللي احنا بنستخدمه. وطبعا زي ما انتم شايفين معايا كده دي المكونات اللي انا هستخدمها للكيلو دقيق، وهقول عليها واحدة واحدة واحنا بنستخدمها. اولا كده هجيب حوالي 300 جرام من السمنة. السمنة دي سمنة نباتي عادي خالص ولونها اصفر، بتبقى حلوة جدا في الكحك وخاصة البسكوت. باخد انا هنا اللي هم يا اما بتوزنيهم 300 جرام يا اما بتعيريهم بمج الشاي العادي زي اللي انتوا شايفينه ده في الفيديو. هو ده مج الشاي العادي موجود في كل بيوتنا، حوالي كده بيكونوا 300 جرام بالظبط. دول انا هستخدمهم للبسكوت بتاعنا. باخدهم كده انا سيحتهم وبعد كده حطيتهم في المج، حطيت مج ونص وحطيتهم في التلاجة لحد ما جمدوا بالشكل ده. ضروري جدا يكونوا جامدين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا ممكن تستخدمي سمنة مخلطة، سمنة نباتي مع سمنة بلدي او مع زبدة بس مسلية يعني وبنشتغل بيها، لكن ما ينفعش مثلا زبدة لوحدها. ببدأ كده اجيب المضرب بتاعي وابدأ اضرب السمنة دي لحد ما تاخد الشكل الكريمي اللي هتشوفوه. طب لو انا ما عنديش مضرب هعمل ايه؟ مش هعمل بسكوت، لا هنعمل ان شاء الله يا اما بالمضرب السلك يا اما بايدينا عادي. احنا زمان واهالينا زمان كنا بنعمل بايدينا وكان بيطلع احلى كحك. الله يرحمك يا خالتي كانت بتعمل احلى كحك دقته في حياتي، وهي اللي علمتني. الله يرحمها يا رب ويجعله في ميزان حسناتها في الايام المفترجه دي. يا ريت تدعوا لها كلكم بالرحمه والمغفره وان ربنا يسكنها فسيح جناته. هي اللي علمت لي طريقه الكحك والطرق الجميله والحاجات الجميله دي، انا كلتها من ايديها هي الله يرحمها. هنا طبعا ضربت السمنه زي ما انتم شايفين كده لحد ما خدت الشكل الكريمي، وبعد كده انا ضفت كوبايتين الا ربع بالظبط من السكر البودر. انا السكر عندي في البيت وانا اللي طحنته مش بجيبه جاهز. السكر انا موجود عندي في البيت ضمناه، لان السكر اللي بره ساعات بيكون مغشوش وبيكون عليه نشا. وطحنته وعايرت كوبايتين الا ربع او ما يعادل 350 جرام من السكر. وبرضه عايزه اقول لكم ان السكر ده يعني نحاول نلعب في ال50 جرام، نزيد او نقلل على حسب رغبتنا يعني في مقدار السكر في الحلويات وكده في البسكوتات. ببدا اضرب كده السمنه مع السكر لحد برضو ما بوصل للون الفاتح، اللون الابيض ده اللي هو اللون الكريمي، واحس ان هي بقت هشه كده خالص عامله زي الكريم شانتيه. برضو ده كله ده هينفع بالمضرب السلك وهينفع بايدينا. هو هياخد مننا وقت ومجهود لو اشتغلنا بايدينا او المضرب السلك، ولكن مش هيوقفنا ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين معايا كده بقى، هنا ده معايا ربع كوب من الزيت، ويكون زيت نظيف هضيفه على المقدار ده. ده بيديني هشاشة للبسكوتة وبيخليها خفيفة. بعد كده معايا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، انا مخرجاهم من بدري من التلاجة ومكسراهم في طبق اهو، وببدأ اضيفهم واحدة واحدة. طبعا انا حاطه عليهم فانيليا، واحسن نوع فانيليا انك انت تحط الفانيليا البودر، لكن للاسف انا ما عنديش هنا الفانيليا البودر فحطيت الفانيليا السائله، حطيت نقطه بسيطه كده. وبعد كده ضفت معلقه من بشر برتقاله انا بشرتها على الجزء الناعم من المبشره وضفتها، وبرده كل ده ببدا اقلب وبلبس الاسباتيولا كده، ببدا اخد الجوانب عشان خاطر اتاكد ان كل الخليط متجانس وكل الخليط اختلط معايا. هنا بقى في مكون جميل جدا اللي انا ضفته ده، عباره عن معلقتين من جوز الهند. انا برضو طحنتهم في مطحنه الخلاط وضفتهم، بيدوا ريحه ونكهه جميله جدا للبسكوت.
وده يعتبر بسكوت البرتقال. وضفت ذره ملح، وكمان معايا هنا معلقتين من الكاسترد، او ممكن تحط نشا الذره الابيض العادي جدا. وعايزه اقول لكم بقى اهميه المعلقتين النشا او الكاسترد، دول مهمين جدا. بس لما نحط هنا معايا تلت كوبايه من عصير البرتقال، هي برتقاله وانا عصرتها، وببدا هنا اضيف كل المكونات واضرب برضو بالمضرب تاني لحد ما كل المكونات دي تختلط. هقول لكم بقى اهميه النشا او الكاسترد، لان الكاسترد هو عباره عن نشا بس بيديلي لون حلو قوي. يعني انا حبيت اعزز لون البسكوته بالكاسترد فحطيت كاسترد، مش موجود الكاسترد هحط نشا عادي. النشا بصفة عامة بيمتص مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق، ومادة الجلوتين دي اللي هي بتديني زي عرق في المخبوزات. فأنا لما بحط النشا ده هو يعني ايه بيقضي لي عليها، وبيخلي لي العجينة هنا زي مفرولة وهشة وجميلة جدا. فهي مهمة جدا النشا في المخبوزات أو في كحك العيد. تمام كده، بيخليليش مادة الجيلاتين دي تتفاعل ويديني عرق في الكحك بالذات. طبعا انا عملت هنا بنكهة البرتقال زي ما قلت لكم، واحتجت كمان نص كوباية من عصير البرتقال، او ممكن تزودي نص كوب من الحليب او نص كوب من الماء. هنشوف دلوقتي امتى ازودها. هنا معايا كيلو من الطحين، مخبوزات متعددة الاستخدامات، دقيق متعدد الاستخدامات. هبدأ بعد ما حطيت المكونات بتاعتي كده هنزل بنص الكمية، يعني بنص كيلو، وهبدأ اخلطهم كده مع بعض بالسباتيولا. وبعد كده انا ضفت معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، ما نزودش عن كده. طبعا في ناس بتستخدم النشادر، انا اليوم عملته بالبيكنج باودر. يعني انا بصراحه هنا مش متوفر عندنا النشادر. وهبدا اقلب كويس كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. واول ما يختفي الدقيق هبدا اضيف الكميه التانية، بس برضو مش كلها. هحاول اخلي شويه كده لان ممكن ما ياخدش كل الكيلو، هيتبقى منه. هو بالفعل اتبقى منه حوالي 50 جرام او ما يقرب من ال 100 جرام. ولو انا حبيت احطها كلها هحطها وهزيد، وهقول لكم هعمل ايه دلوقتي. بس تابعوا معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفوا كل اسرار نجاح البسكوت بتاعنا، بسكوت الماكينه. انا هنا طبعا حشت الاسباتيولا وبدات اعجن بايديا عشان خاطر اشوف ملمس العجينه. وضفت هنا الطحينه اهو، ما تبقاش غير حوالي كده ما يقرب من ال 100 جرام. ببدا كده اتوه العجين، الدقيق في العجين، ما بعجنش برضو، هي بتدينا عجينة مفرولة كده. وهبدأ كده اختبر العجينة بتاعتي. بس طبعا لما اغسل ايدي الاول عشان مش هينفع، لان هي ملزقة في ايدي، فلازم اغسل ايدي الاول. بعد ما يختفي كل الدقيق اللي موجود في العجينة هغسل ايدي، وبعد كده هاجي اختبر العجينة وهوريكم ازاي. بحاول الم كل العجينة كده، وبالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا ما بعجنش وما بديش بوكسات في كحك العيد بالذات يا جماعه عشان يطلع معايا ناعم كده. خلاص هروح اشطف ايديا، وبعد كده هاجي اختبر العجينه زي ما انتوا شايفين معايا كده. ببدا هنا بقى اخد زي كوره كده من العجين، وبرده بنفس الطريقه هبدا اكورها وهضغط عليها كده. اذا لاحظت ان فيها تشققات اعرف على طول ان العجينه محتاجه سوائل. هنا بقى ممكن تضيفي هكون مجهزه حوالي نص كوب من الحليب، او من عصير البرتقال، او من الميه العاديه. انا حطيت بصراحه، بس للاسف الحته دي ما جابهاش التصوير. اختبرت العجينه فلقيتها ان هي مفروله. هنا جبت الماكينه اهي. بعد كده جبت العجينه وبدات اجربها في الماكينه. شايفين العجينه بتاعه البسكوت بتبقى يعني شبه بعد كده جبت العجينه بالله ما بتتلم، بتبقى عجينه جميله كده وحلوه. وبدات اجربها في الماكينه. لقيتها في الاول كده طالعه برضو معايا مفروله، مش يعني مش ماسكه نفسها قوي. فخدتها وبدات اضيف هنا جبت نص كوب نفس المج اللي انا كنت عاملاها. شايفين طالعه مفروله ازاي من الجوانب كده، لقيتها مفروله. فقلت الاول لا، رحت لماها وجبت نص كوب من
عصير البرتقال تاني، وبدات احطها زي يعني بوريكم هنا لحد هنا، وبدات اعمل بيها العجينه تاني واتوه بيها العجينه كده واعجن بالطريقه اللي انتم شايفينها دي لحد ما اتكونت معايا العجينه الجميله دي. واختبرتها تاني هنا وهتشوفوا شكلها دلوقتي اهي، مش مشققه خالص كده، العجينه بتاعتي ناجحه واشتغلت فعلا، كانت جميله جدا. هبدا كده ابدا اعملها كده بالشكل الطولي دهوتي، واخدمها شويه كده، وبعد كده احطها في المكنه. المكنه هنا مش باينه مع اني كنت يعني حاطه عليها الكاميرا، بس مش عارفه ليه مش باينه في المونتاج، لقيتها مش باينه. وببدا كده خليت بنتي تساعدني، المكنه شغل المكنه بيحتاج اتنين بصراحه. خليت بنتي تدور لي المكنه، وانا هنا باخد وبرص في الصيجان بتاعه الفرن. خلصت الكميه كلها، وبعد كده بدات اشغل الفرن وعلى درجه حراره عاليه، وهوريكم التسويه ازاي دلوقتي. يا جماعه احنا لما نلاقي البسكوت بتاعنا مثلا في اي حاجه ما تقلقوش جدا، احنا بنعالجه. بس اهم حاجه شويه حبه الدقيق اللي كانت باقيه دول انا كان ممكن اضيفهم، ولو حابه لو اتبقى منك من الكيلو دقيق وعايزه تضيفيه وعايزه تعملي كل الكيلو انت ممكن تضيفيه، وبعد كده تقلبي الاول، بس ما تحطيش عليه سوائل ولا عصير ولا حليب ولا ميه الا لما يتوه خالص في العجينه، وبعد كده تبداي تحطي السائل اللي انت هتستخدميه. ممكن تستخدمي حليب، ممكن تستخدمي عصير البرتقال، ممكن تستخدمي ميه عاديه خالص، كله عادي جدا. بس اهم حاجه ما تحطوش على الدقيق مباشره، لازم الدقيق تتوهيه في العجينه. انا هنا ما حطيتش الكميه الدقيق التانية بصراحه، ما حبيتش ان انا اكترها، اكتفيت بالمقدار ده. لكن لو حد عايز يعمل الكيلو كامل يعني، شايفين هنا يعتبر ده الكيلو كامل، عمل لي كميه حلوه قوي. 3 صيجان من الفرن اللي هو الصيجان الكبيره دي، وصاجين من الصغيرين، واتبقت حته في الماكينه. طبعا ما بتطلعش من الماكينه، انا خدتها وبالقمع بتاع بلح الشام انا عملتها زي ما انتم شايفين كده اهو، حطيتها في ايدي وضغطت عليها بالقمع بتاع بلح الشام، وطلعت برده جميله جدا. عايزه اقول لكم المقادير دي ممكن تعمليها بالقمع لو انت مش بتستخدمي الماكينه، تعمليها بالقمع هيطلع معاكي احلى شكل كمان واحلى رسمه. بس انا حبيت اعمل البسكوت بطريقتنا القديمه وعلى الماكينه لان وحشتني بصراحه الحاجات دي. هنا طبعا زي ما قلت لكم انا مشغله البوتاجاز وعلى درجه حراره عاليه، وبعد كده هديت النار خالص ودخلت الثلاث صيجان تحت بعض. هنا اول ما بيدخل شايفين بياخد اللون الابيض دي اللي تحت، طبعا الصاج اللي تحت ده قريب من النار، بدا يفرش شويه، ما تقلقوش خالص هيبدا يلم تاني اول ما هيستوي. هو ما فرش قوي يعني، حاجه بسيطه جدا، انا مش مستخدمه بيكنج باودر كتير. بدأ هنا ياخد اللون الجميل، اللون الذهبي الحلو ده من تحت، وهبدأ كده لو احتاج تسوية من فوق اديني فتحت له الشواية من فوق اهو زي ما انتم شايفين على نار هادية خالص لحد ما خد اللون الجميل ده، وبس كده. عملت كل الثلاث صيجان، بقيت ابدل بينهم، يعني اللي فوق اخليه تحت، اللي في الوسط اخليه من فوق، وهكذا لحد ما كلهم استووا بنفس الطريقة، وخرجتهم وحطيت الكمية الباقية بنفس التسوية برضه، وكله يا جماعه على نار هاديه. اهم حاجه في التسويه ان انا ما اسيبهوش، اخد بالي منه وقاعده جنبيه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الشكل وشايفين الجمال، طالع ما شاء الله، وطعمه وريحته خيال. شايفين اللون عامل ازاي، وهش جدا وجميل، واول ما تحطيه في بقك بيدوب دوب وماسك نفسه جدا. طبعا واخد شكل الخربشه ده بتاع الموس بتاع الماكينه، شكله حلو قوي. وزي ما بقول لكم كده يعني ما شاء الله، يعني مقرمش كده وحلو جدا ومخربش، حاجه جميله كده بصراحه، فاخر من الاخر زي ما انتم شايفين معايا كده. ببدا هنا ارص تاني، تخيلوا ان انا هو ده يعني خارج من الفرن، يعني ما كملش حاجات وقت بسيط، وبدات ان انا اخده وارصه بالطريقه دي عشان اوريكم شكله واوريكم اللون بتاعه. وبعد كده انا هجيب علبه وهفرش فيها بلاستيك، اكياس بلاستيك يعني، وهبدا احط فيها الكميه بتاعتي واحتفظ بيها. ده كميه الكيلو قطع معايا كميه حلوه قوي. طبعا ده النص المقدار اللي طلعوا زي ما انتم شايفين، شايفين الشكل، شايفين اللون عامل ازاي. اهم حاجه يا جماعه التسويه ان احنا ناخد بالنا منه او ما نسيبوش. هنا زي ما قلت لكم جبته بقى في العلبه اللي انا هشيله فيها، وبدات ارصه بالشكل ده، بقدر اتحكم فيه بكل سهوله جدا، يعني مش بيتكسر مني بالسهوله، مع انه ما شاء الله يعني هو مقرمش وجميل.
شكله حلو قوي، وطعمه اجمل مما تتخيلوا بطعم البرتقال، مش عايزه اقول لكم. طبعا الناس اللي ما بتحبش البرتقال ممكن تستغنى عن البرتقال خالص وتعمل بميه عاديه بس، او تجيب مثلا اي نكهه تضيفها. وانا اعرف ان دلوقتي الفانيليا بقت بنكهات متعدده، الحاجات دي موجوده في مصر، احنا هنا مش موجود الحاجات دي بصراحه، وخاصه المنطقه اللي انا عايشه فيها. زي ما انتم شايفين كده برصه اهو، شكله جميل قوي، وقطع لي كميه حلوه قوي. شايفين لما قطمتها كده يعني مديالي شكل حلو، وبكل سهوله بيكسر معاكي لما تيجي تقسميه. طبعا ده حته العجينه اللي فضلت في الماكينه عملتها انا بايديا كده بالقمع مباشره، ما حطيتوش في كيس، وعمل لي الشكل ده، ما حبيتش ان انا ارميها، طلع شكلها حلو قوي. وكمان شايفين النقشه بقى واضحه فيها، يعني انا لو خففت او لو زودت كميه الميه وعملته بالكيس الحلواني هيطلع معايا شكله حلو قوي قوي. حبايبي اللي كمل معايا لحد دلوقتي ما ينسانيش من اللايك وشير وتعليق حلو من قلوبكم الطيبة، وكل عام وأنتم بخير، وأستودعكم الله في فيديو جديد إن شاء الله، مكملين مع بعض بسكوت العيد وحاجات العيد الحلوة الجميلة، انتظروني.